السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا. من الفيديو اللي فات رجعلكوا بقى كده بروتين خفيف كده، اللي هو روتين الخميس بإذن الله. نعمل كده مع بعض حاجات بسيطة. وهندلع بقى ونروق على نفسنا شوية، يعني ايه، لازم نهتم بنفسنا كده شوية، مش كله ترويق وطبخ وغسيل. فانا هنا عملت الغرفة بتاعتي الاول. الشقة كلها كانت نضيفة، كانت الغرفة بس بتاعتي محتاجة ان انا اغير كده الفرش بتاعها. واكنسها كده كنسة كويسة وامسحها. لانها كانت متطربة جدا، انتوا عارفين المنطقة اللي انا قاعدة فيها مفيهاش حد، فببقى معرضة للتراب قوي. فانا الاول عملت كده الكريب اللي انتوا شفتوه في الاول ده اصلا كان غدايا وعشايا امبارح. يعني انا امبارح اليوم اللي قبل التصوير ده انا ولا كنت اتغديت ولا اتعشيت، والله مكانش ليا نفس خالص. فكنت عملت كده للبنات وباباهم كريبات، وقلت اسيب بقى ايه الكريب بتاعي لما عاوز اكل يعني. فتاني يوم بقى قلت مادام هقوم اعمل حاجات وكده فاكل الاول. فعملت كده وكلت الحمد لله، ودخلت على الغرفة على طول. غيرت الملاية القمر دي ولمعت كده المرايات والتسريحة، ورصيت كده الحاجات اللي هي كانت برا المنظم ده. شايفين المنظم اللي انا كنت قايلالكوا عليه لامم حاجات قد ايه؟ وفي كمان يعني في اجزاء فاضية، يعني ياخد اكتر من كده بكتير. ولمعت برضو ال- الجزء بتاع التسريحة ده، لان دودو على طول بتقف عنده كده وبتبصم بايديها، فبيبوظ معايا بسرعة. وقلت بقى اما الم بديل السجاد. بصراحة بديل السجاد ده والله يا جماعة نعمة، يعني يسلم فعلا اللي اخترعه. انتي بمجرد ما بتشيليه وتديله تنفيضة بس كده بتلاقيه رجع لمع حرفيا. يعني السجاد بصراحة بيبقى تقيل جدا، غير ان هو بيلم تراب، غير اللي هو انتي لو مشيتي كده عليه فرشة البلاط هتلاقيه لمم كمية شعر وفتل وصغبار وحاجات غريبة كده. ده ما بيمسكش فيه اي حاجة نهائي، ومع انه خفيف بس بيمسك في الارض حلو جدا. فبصراحة يعني تحفة. احسن من السجاد مليون مرة. ومع انه خفيف بس بيمسك في الارض كأنه تقيل، بيمسك بيكلبش في الارض. طيب انا هنا كنست كده. كنست الاول بالمقشة، عشان كان في مناديل بقى ورق وكده دودو مقطعاه، فعشان ما يتشفطش في المكنسة يبوظها او كده. فبعمل بالمقشة الاول، بعد كده بقى الترابة اللي هي العفارة الناعمة دي بقوم جاية مشفطاها بالمكنسة. بعد كده بقى اديت للغرفة تلميعة كده كويسة. طبعا بمية سخنة. وكلوركس الوان، ونقطتين كده معطر. وهنا حطيت، ايه رأيكم في الليد اللي انا حطيته ورا السرير ده؟ حسيت بصراحة ان هو ادى اضاءة كده حلوة برضو مع ستارة النور في الأوضة. وكان الإضاءة بتاعته ضربة كده في البرواز اللي انا عاملاه ده، مخلي شكله كده تحفة قوي. وهنا بقى كنت خلصت. ايه رأيكم بقى في شكل الغرفة بعد ما خلصت؟ والملاية القمر دي والوردة دي برضو، المخدة الوردة دي انا كنت عاملاها. قلت احط برضو حسيت ان هي لونها احمر كده هتكسر الالوان اللي في الأوضة، وهتبقى ماشية حلو يعني معاها. انتوا ايه رأيكم فيها؟ وهنا بقى خلاص. احسن مرحلة في الحياة هي مرحلة رش المعطر. برش كده على السجاد، وبرش على الستاير، وبرش على الملاية، برش على الحاجة اللي هي الريحة تمسك فيها. لما برش على المفروشات وكده الريحة بتمسك فيهم وبتفضل معايا يعني فترة طويلة. هنا بقى كنت الحمد لله خلصت خلاص، ما خدتش معايا وقت بصراحة. وانا اصلا كنت بعمل الروتين ده، كان خلاص النهار راح. فخلصت بقى كده وقعدت ارتحت شوية. بعد كده قمت بقى طلعت السكراب اللي انا بحبه جدا، بستخدمه لوشي وللجسم وكله. والماسك برضو بتاع لوزانا
البلو ده تحفة يا بنات في التفتيح، اقسم بالله تحفة، بيفتح وقتي على طول، بتحسي ان انتي غيرتي جلدك. وهنا كنت بقولكوا ان انا خدت كده شوية زيت جونسون بحط عليه هايلايتر، كان عندي برضو علبة بودر كده هايلايتر، دودو كسرتها فرفتتها حرفيا. ف بحطها كده على الزيت اللي هو الجونسون ده، وبحط بحط عليها لو عندي جليتر اللي هو الشادو اللي هو بيتحط فوق العين، بيبقى حبيبات كده بخلطهم برضو معاه وبدهن بيه الجسم يا بنات، بيخلي الجسم لمعة تحفة تحفة حرفيا. عارفين اللمعة اللي هي بتاع الممثلين دي؟ اقسم بالله تحفة. وجبت برضو ضوافر جبتها من اختي، وجبت الاكسسوارز دي من اختي كده، قلت ادلع نفسي. عند اختي يا بنات عندها فاتحه بيج على الفيس، عندها اكسسوارز وعندها كل حاجه، والاكسسوارز بتاعها تحفه اقسم بالله، ما بتغير لون وحاجاتها. انا عايزه اقول لكم ان هي برخص التراب. هحط لكم اللينك بتاع البيج بتاعها في البايو تحت لو حد حابب يخش يتفرج كده عندها. وهنا كنت خلصت بقى خلاص، وحطيت بقى الاكل، عملت رز بسمتي وشيش طاووق، ده انا كنت مفرزه معاكم قبل كده من الوصفات اللي انا بفرزها، يعني اساسي معايا في مشتريات الشهر ان انا افرز برضو شيش طاووق. وعملت شويه سلطه كده كول سلو، وخلاص الحمد لله على كده. لو وصلتوا للفيديو لحد هنا يا بنات ما تنسوش لايك وسبسكرايب، وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم، بإذن الله الفيديوهات بتاعتي تعجبكم، والفيديو الجاي يبقى أجمد من ده مليون مرة بإذن الله. باي باي حبايب قلبي، هتوحشوني قوي.